جدا في الوقت. انا طلعت هنا عندي طبق من الكرنب اللي كنت عاملاه معاكم قبل كده، وما شاء الله عايزه اقول لكم ان انا كنت شاركت معاكم التقطيع وكل حاجه. بصوا الورق ما شاء الله قد بعضه بالظبط، يعني اتحداكم ان اي واحده تطلع اكبر او اصغر، لا كله ما شاء الله نفس الحجم. والطريقه دي انا بحب اعملها جدا. لما باجي الف ورق العنب بحط كله قدامي هنا عندي، وببدا ان انا احط عليه الرز والفه بالطريقه دي. تقدري تحطي في طبق كبير، تقدري تحطي عندك على القطاعه. انا دي طريقتي بصراحه المعتمده في لف ورق العنب او الكرنب. ورصيته بالطريقه دي، واتفضل عندي كام حبه فلفل حطيتهم مع الوش، بجانب ان انا كنت طبعا خلصت الكوسه والبتنجان والحاجات دي ودخلتها عندي في صينيه في الفرن. هوريكم شكلها دلوقتي بعد ما استوت. ده شكلها بعد ما استوت. كانت خلاص استوت وجاهزه معايا. ودلوقتي هلف معاكم ورق العنب. بنلف طبعا على الورقه الخشنه، بنضيف الرز وبنسويه، يعني سويه ما يبقاش الرز طالع منه من كل الجهات كده. وبنبدأ نلف نقفل الجنبين على بعض ونلفها على شكل الرول زي ما هيبقى واضح كده قدامكم. تمام. عايزه اقولك ان اساسي طبعا في السفرات عندنا في اي عزومات المحاشي، محاشي مشكله او ورق عنب او كرنب، يعني زي ما تحبي، ولكن دي اساسي على سفره رمضان وغير رمضان. يلا كل سنه وانتم طيبين، ويا رب كده دايما متجمعين مع حبايبكم وكل احبابكم. الطريقة دي حلوة وبتنجز معاكي جدا في لف ورق العنب، يعني لو قدامك كمية كبيرة هتخلصيها على طول. وبس رصيته عندي في الحلة وسقيته بالشوربة وشرايح الليمون وحطيته على النار يستوي. وجبت هنا عندي البطتين ما شاء الله اللهم بارك. عايزة اقول لكم انا غسلاهم كويس جدا جدا، مفهمش اي زفارة الحمد لله. نقعتهم الاول عندي في محلول النقع، وبمسحهم كويس وبنشفهم الاول من جوه كويس جدا. هعملهم معاكم بالبرتقال، والطريقة دي حلوة.